هعمل معاكم اكتر حاجتين ما بيخلاش من عندي حرفيا. وعايزه اقول لكم كل اللي يجرب الهريسه او الاكل بتاعي عامه بيقولي في حاجه كده غريبه. هي طبعا من الهريسه، تمام. كمان الجبنه القديمه دي حرام ان انا اسميها جبنه قديمه، دي مش جبنه قديمه. انتوا عارفين الجراد اللي هي بتتباع غاليه دي، اللي هي المش الحراق ومش عارفه ايه وكده. بصوا، هو انا مش عاملاها على اساس جبنه قديمه، بس انا هفهمكم بعدين. بس تعالوا كده هوريكم حاجه. ده برطمان الهريسه بتاعي، اخر معلقه فيه زي ما هو اكني لسه عاملاه، تمام. جربت طريقتين، اللي هي بتاعه البوتاجاز ان انا احطه على البوتاجاز، والطريقه التانية اللي هي بتاعه الكبه من غير ما احطه على البوتاجاز. ودي يعني اخر حاجه موجوده عندي في الهريسه، اللي هو اللي انا عاملاه في الكبه من غير ما احطه على البوتاجاز، تمام. فعايزه اقول لكم الطريقتين نجحوا معايا وزي الفل، بس كل واحده فيهم في تكايه كده انا هقولها لكم، تمام. عايزه اقول لكم انا بستخدم الهريسه في كل حاجه. يعني في المش ده، الجبنه القديمه اللي انا عملتها عملت من الهريسه بتنجان مخلل على السمك، على سجق، على كبده، على اي حاجه انت بتحبي تحطي فيها شطه. انا بستخدم الهريسه. ليه؟ الهريسه فيها كده طعم تكايه كده غريبه غير الشطه العاديه، فانا بحب جدا احط الهريسه دي. اول حاجه هنجهز حاجتنا، بس ما تنسوش طبعا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه او سبسكرايب، ولو انت بتشوفيني من اي مكان تاني ما تنسيش ان انت تعملي فولو. اول حاجه جبت الفلفل بتاعي اللي هو الاحمر بالشكل ده. طبعا انا جايباه بقالي كام يوم، فقعد في التلاجة تحسوا ان هو مرض شويه كده، بس عشان بنتي تعبانه قوي الفتره دي فانا اتاخرت عليه. فانتوا لازم لما تكونوا هتجيبوا هتعملوا حاجه زي كده، اعرفوا ان انتوا هتجيبوه لازم تعملوه في وقتها، ما تتاخروش عليه، تمام. اهم حاجه هنعمل برضو ايه، هنلبس جوانتي. انا ما كانش عندي غير واحد بس، فانا هحاول ان انا ايه، يعني هحطه مثلا على الايد اللي انا همسك بيها الفلفل. خلوا بالكم الفلفل هيولع ايديكم. لو عندك جرح بسيط، تعويرة، لازم تغسلي ايدك كتير. انا غسلت مواعين وعملت حاجات كتيرة بالمية علشان يعني ايدي ما يكونش لسه ماسك فيها الشطة، تمام. فانا هحاول ان انا البسه. طبعا هو مقاسه صغير فاتقطع مني وانا بلبسه، كمان عشان ايدي مبلولة شوية. المهم انا عايزة اقول لكم، لو في اطفال حواليكم حاولوا ان انتوا تبعدوهم. ليه؟ عشان في ريحة بتاعة الشطة وانتوا بتفرموها هتلاقيها موجودة كده، وتفضلي بقى تعطاسي وكده. فانت لو عايزة تلبسي كمامة بحيث ان عندك حساسية، جيوب انفية، مش بتستحملي، فالبسي كمامة برضو، تمام. المهم انا هقطعهم كده بالشكل ده. عايزة تقطعيهم بقى نصين 3 براحتك. انا قطعتهم على 3 كبير كده، عشان ايه؟ برضو على فكرة تحسوا اني هو الفلفل نشف شوية، يعني ما فيهاش اللي هي المادة اللي من جوه تبقى تخينة شوية كده. مش عارفة اوضحها لكم ازاي، بس انا طبعا الكمية ما كفتنيش، فانا هجيب تاني برضو عشان عملت منها الجبنة. فتعالوا كده هخلص الكمية وهوريكم بعد ما اخلص. خليني اقول لكم على الطريقة اللي هي بتاعة الكبة. لو انتي مش عايزة تعمليها على البوتاجاز، لازم تغسلي الفلفل كويس جدا وتسيبيه ينشف. مش عايزة نقطة مية فيه. هي الفكرة ان انا لما بحطه على البوتاجاز ان انا ببخر المية عشان ما يحصلش عفونة ويقعد معايا فترة اطول. فطبعا انا غسلته وكنت مستعجلة مش هستنى عشان بنتي يدوبك كنت لسه مسكتاها، فانا عايزة انجز، تمام. فغير كده ان انتي عادي ممكن تسيبيه ينشف ما يكونش فيه مية خالص، وبعد كده تفرميها في الكبة وخلاص. يعني انا بالنسبة لي دي اسهل، تمام. بس انا عشان هي كان فيها مية وانا لازم ابخر المية دي. خلوا بالكم علشان الهريسة تفضل معاكم زي ما انتوا شفتوها كده لاخر معلقة، مهم جدا ان انت تحطيها في الفريزر، تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة، سواء في الكبة او على البوتاجاز، لازم لما تيجي تاخدي هريسة تستخدمي معلقة تكون ناشفة تماما،
ما يكونش فيها ميه نهائي. لو انت دخلتي عليها ميه اعرفي ان هي مش هتقعد معاكي، هتعطل على طول. فهي دي الفكرة برضو وطريقة الحفاظ. ولا بقى بنحط كربوناتو ولا بنحط معرفش ايه ولا الكلام ده كله. انا المجرد ان انا ما بخلصها، وهوريكم برضو في مادة حافظة كده بحطها في الاخر، موجودة عندنا في كل بيت ومش مضرة. بس دي اكتر تركية بتاعت المعلقة، ان انتي ما تجيبيش فيها نقطة مية، بس هتفضل معاكي لاخر لحظة. عايزة اقول لكم البرطمان ده قاعد معايا شهور بأمانة ربنا يعني. بس هو في الفريزر برضو، ما تحطوش في التلاجة. لو حطيتيه في التلاجة العمر بتاعه بيبقى اقصر شوية، في الفريزر بقى بياخد كتير يعني معاكي سنين، يعني مش سنين، شهور. فاهمين قصدي؟ وهنا كنت بوريكم شوية الجبنة القديمة او المش اللي انا خدتهم من ماما عشان اعمل جبنة قديمة. دي يعتبر زي الخميرة، تمام. فانا هعمل كمية برضو صغيرة مش كبيرة قوي، بس بحيث ان انا يعني اعمل خميرة اكبر واكبر بقى، يعني فاهمين قصدي، اجيب جبنة اكتر واكبر. المهم دول كده الكمية هفرم منهم شوية، وبعد كده هحط الباقي. يعني هو في شوية كمان، بس على ما افرم شوية كده يكونوا دول قلوا شوية. خلاص، فانا هخلص وارجع لكم تاني. وهنا كده بعد ما خلصتهم، بصوا الكيلو عمل معايا قد ايه، يعني شوية. وكمان انا الباقي حطيته، يعني انا ضربتهم مع بعض. بس الكبة كان فيها مشكلة، كل شوية بتعلق معايا، فمعرفتش افرمها ناعم اول مرة دي. فقلت كده كده مش مهم، هبقى اجيب يعني فلفل تاني وابقى اخليه انا. خلاص، هنزل بقى كل الهريسة دي او كل الفلفل في الحلة وهحطها على البوتاجاز. هعمل ايه بقى، هحط لها شوية زيت. انا هنا كده حطيت زيت وهسيبها تتبخر شوية، يعني اي مية فيها تكون اتسحبت، هتكون نشفت يعني، تمام. وبعد ما اخلص هوريكم هعمل ايه تاني. وهنا بقى كده قفلت عليها، بصوا مفيش اي سوائل فيها، فخلاص يعني انا دي اخر حاجة وصلت لها، هي كده تمام. تعالوا بقى كده نسيبها تبرد. على ما تبرد نعمل ايه، الجبنة القديمة دي كده. الخميرة طبعا محتاجة ان انا احط يعني الخميرة، عايزة طبعا لسه هقلب وهعمل حاجات كده، فانا مش عارفة احطها في البرطمان ولا احطها في علبة واسعة زي كده، بحيث ان انا اعرف ارجع اكبها تاني في برطمان. فقلت برضه انا ممكن احطها هنا، ولو كفت خلاص قشطة يعني. بس كانت النية ان انا هعملها واسيبها في نفس البرطمان ده او الجردل الصغير ده، بس طبعا ما نفعتش يعني، ما كفتش. المهم هعمل ايه، هجيب علبة زبادي هقلبها كده كويس عشان ايه، يعني تبقى ناعمة كده. تاني حاجة هضيفها وهي الخميرة بتاعت الجبنة القديمة. مش شرط دي، اي نوع جبنة قديمة عندك هيمشي مع مش مثلا مش وحتة جبنة قديمة، تمام. انا هنا ده كده اللي ماما اديتهم لي عشان هي برضو قربت تخلص، فكده كده مش مهم حتى لو بالمش. احنا بالنسبة لنا مش بنخلي قطع، احنا الجبنة بنجيبها زي اكننا بنهرسها، بتبقى كريمي مش مية زي دي، يعني دي كده طرية، لا احنا بنخليها اتقل. بس مش بنحب ان يبقى القطع قطع جبنة، لا احنا عايزين اللي هي الهريسة دي. فالمهم حطيت كده، ضفت فيها الجبنة. طبعا انا هنا عشان تنشفي الجبنة هترشيها طبعا بملح ابيض، وهتسيبيها تنزل كل السوائل اللي فيها، لان لو انت سبتيها كده هتبوظ. فانا ما كنتش لسه جبت الخميره دي من ماما، فانا هنا ضفت اخر حاجه عندي في البرطمان بتاع الهريسه يعني القديمه. وهضيف برضو لسه جديد، كل شويه هتلاقوني بحس ان هي لا لسه محتاجه اكتر، مع ان دقتها كانت مشطشطه جدا، بس انا كنت محتاجه تكون حمرا، فاهمين. فانا حطيت هنا شويه لبن عشان اشيل كده اي حاجه في الهريسه هنا، ايه واخداها يعني. بصوا بعشق الهريسه. المهم هنا انا استخدمت حوالي كيلو لبن، تمام. وحسيت الكيلو كان فاضل فيه شويه، ورجعت ضفتهم تاني.
بس هنا حسيت كده البرطمان الجردل ده اتملى، فمش عارفه بقى لسه هحط الهريسه ولسه هحط الملح، فحسيت ان هو هيبقى صغير عليه، فهنقلهم مكان تاني. بس هنا انا قلت هقلب يعني، فانا هنا كده حطيت الهريسه دي الكميه دي، وهفضل اقلب كده. لبن، هنحط الملح طبعا. كده كده الجبنه القديمه او الهريسه بتبقى مملحه يعني معروفه، فهفضل اقلب بالشكل ده. طبعا انا ما ضفتش ميه خالص، انا اللي ضفته لبن. هعيد من اول وجديد كده على السريع. انا جبت علبه زبادي وقلبتها كويس، وضفت عليها شويه المش او الجبنه القديمه اللي عندك اللي هي الخميره، وبعد كده حطيتها قلبتهم كويس. بعد كده رجعت ضفت لبن، وبحط عادي الجبنه بتاعتي، وحطيت بقى الهريسه. حطي هريسه، عمرها ما هتدود معاكي ولا هتلاقي السوس ده. لو انت من النوع الناس اللي بتقرف من السوس او الدود عمرها. بص انا هنا حطيت كده معلقه على اساس انها هتفضل على الوش، فما قعدتش على الوش. تمام. فانا هنا قلت لا، ده هتبقى قليله، فنقلتها البرطمان بقى. بس البرطمان محتاج جبنه تاني، هوريكم دلوقتي. هتقولولي بقى هتقعد قد ايه على ما نبتدي بقى ان احنا ناكل منها يعني. 15 يوم. فانا عملتها امبارح. طبعا انا بعمل لكم الفيديو تاني يوم، بس انا هقول لكم التاريخ كام. انا عملتها يوم 4 يوم 4 يعني هي هتطلع كده على يوم مثلا يوم 20 هطلعها برضو معاكم في فيديو واوريها لكم. فالمهم انا نقلتهم هنا كده في البرطمان، بس طبعا البرطمان محتاج، فانا ضفت بقى شوية لبن تاني، وهحط هريسة تاني علشان طبعا ايه حاساها انها ابيضت شوية وانا عايزاها حمرا، فهضيف هريسة تاني. كده كده انا بعشق الهريسة. قلت تاني يوم هنزل اجيب كام قطعة جبنة تاني واضيفهم فيها بقى، يكونوا كده طراي يعني. دول كده الجبنة دي ناشفة، انا مش عايزاها ناشفة. فطبعا عشان كانت جاية من البلد، فكانت هتبوظ، فانا نشفتها بالملح. فانا هجيب بقى طري من عند الست على طول واحطها في البرطمان ده، بحيث ان هي تبقى طرية، تبقى الهريسة دي طرية وتقيلة، مش خفيفة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هتحطيها في برطمان، فلازم تكيسيها كويس، تحطي كده كيس وتقفليها بالغطا عشان ما تخشلهاش اي هوا. هسأل ماما برضو في حوار ان انا اضيف الجبنة دي تاني، يعني افتح عليها يعني واضيفها. المهم هنا بقى جبت بقى عشان ايه نضيف الهريسة بقى. بردت وكل حاجة، لازم برضو تتأكدوا ان البرطمان اللي انت تحطوا فيه الهريسة ما يكونش فيه نقطة مية. تمام. ما ينفعش خالص ولا تستخدمي معلقة فيها نقطة مية، ولا تستخدمي برطمان فيه مية. ما تقوليش تعملي نفسك نصحة يعني وتشطفيها قبل ما تحطيها، فاهمة قصدي؟ المهم بقى انا خلصت كده، وبعد كده هساوي الوش بتاعها عشان هضيف الزيت، وده برضو اللي هيحفظها لاخر نقطة فيها. تمام. لما تيجي تحطيها في الفريزر تحطيها واقفة يعني على الباب مثلا، او تحطيه واقف، مش ترميها كده في الفريزر وخلاص. احنا كده ما عملناش حاجة، احنا عايزين الزيت يفضل على الوش. تمام. ودول كده هحطهم في برطمان صغير واحطها في التلاجة من تحت عشان ابقى استخدمها. وكده احلى خلطتين عملتهم لك، مش هتسيبيهم في اي سفرة، هتلاقيهم على طول في اكلك حطاهم. الجبنة القديمة دي بستخدمها بقى غدا فطار كله، الجبنة القديمة دي. ما تنسوش بقى لايك شير كومنت سبسكرايب لو انتي لسه ما عملتش سبسكرايب، وتتابعين على كل حساباتي سايبها لك في الديسكريبشن بوكس.